لا على السواء. وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الحكم في العراق أولا، ثم في سوريا لاحقا، في مسيرة هي سيرة للدم والانقلابات المضادة والتحالفات، يصبح أطرافها طرائد المشانق بعد حين، كما حصل في العراق مع الشيوعيين. وصل البعثيون إلى السلطة في سوريا في انقلاب عسكري كان لهم فيه حصة الأسد، بما وسم الحكم بميسمهم. ثم لم تمض 3 سنوات حتى انقلبت جماعة عرفت بالشباطيين على رفاقهم البعثيين في 23 من شهر شباط من عام 66. قاد الانقلاب الضابطان حافظ الأسد ورفيقه صلاح جديد، لكن الرفقة لم تدم طويلا، فقد بدا لحافظ الأسد أن التصحيح لا يكتمل إلا بدفع رفيقه إلى السجن ليموت فيه ولينفرد هو بالسلطة في عام 70. ومنذ ذلك الوقت تكرست صورة الزعيم القائد الذي بذل له السوريون ولاء كان يحرسه قانون الطوارئ والقبضة الأمنية الحديدية. تأبد الحزب والزعيم في المشهد السوري، لكن الأبد في حياة الناس له انقضاء، فكان أن توفي الرئيس حافظ الأسد في عام 2000. 30 عاما من حكم الأسد كانت تعلو فيها رايات القومية والاشتراكية، وتملأ سمع الناس صباح مساء آية الحزب العظمى: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. وأما الغايات الكبار في موكب البعث الرائد فهي تحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية. لكن التجربة أثبتت أن الشعارات كلما علت انحسرت قيمتها في واقع الناس، فلم تكن هناك من حرية ولا من كرامة لمعارض للنظام. قد يكون النظام في سوريا حقق بعض الإنجازات التنموية للمواطنين في بلد يؤمن أصلا باحتكار الدولة للنشاط الاقتصادي، لكن إنجازات النظام قلت أو كثرت لم تكن لتبرر له تغليب إطعام الجسد على إفقار أرواح السوريين الذين غلب على حديثهم الهمس من طول ما تحدثوا بصوت خفيض. لم يكن شيء ليبرر لنظام الأسد قتل معارضيه بالآلاف كما حدث في مدينة حماه عام 82. كانت فكرة صب الناس في القالب الوطني قد شهدت تصدعاتها الكبرى في المعسكر الاشتراكي بانهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينات، لكن الانهيارات تلك لم تحرض النظام في سوريا على التأمل في أطروحته التي لم تترك للسوريين غير احتمال وطأتها أو مغادرة البلاد. رفض النظام السوري على عهد الأسد وابنه الانخراط في عملية سلام الشرق الأوسط، وهو موقف أكسبه احترام قطاع من الشارع العربي، لكن النظام بدا كمن يبيع موقفا قوميا صحيحا للرأي العام العربي ليستري صمته على الموقف الوطني السقيم، وما كان سقمه إلا غياب الحريات والديمقراطية. أقسم بالله العظيم. وقد شكل صعود بشار خلفا لأبيه طعنة نجلاء في أدبيات الحزب ومؤسسيته، بعد أن عدل الدستور في أقل من ساعة ليوافي عمر بشار، وبدا المشهد أقرب إلى الملكيات الراسخة منه إلى الجمهوريات. واتت الفرصة بشارا لإحداث التغيير، لكنه أضاعها. كان يمكنه بعد 5 سنوات من حكمه أن يدفع بتوصيات الإصلاح خض عنها مؤتمر الحزب في 2005، لكن بدا أن لا أحد كان جادا في مسألة الإصلاح تلك، إذ لم تنتهي صدمة الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 وما تلاها من دعوات أمريكية خشنة للإصلاح في العالم العربي، حتى تناست القيادة السورية ما تواصد عليه. ولم ينفض الرئيس بشار الغبار عن تلك التوصيات إلا الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت الأصوات لأول مرة لا تمجد رجلا وتؤبده كما كانت تفعل، بل تمجد كرامتها وحريتها وبلدها. ومن مكر التاريخ أنه يعيد على ألسنة الناس اليوم إنتاج الشعارات، فها هي الأمة العربية في أكثر من بلد تكتشف وبثمن باهظ رسالتها، وهي أن وجودها لا يكون بغير حريتها وكرامتها. أما البحث في العراق فهو قصة أخرى في سيرة الدم غازيا ومغزوا، ألا يكون البحث إلا نشورا مسربلا بالدم.